يا رب وفقنا بالأجواد يا رب، اللي على سلاف النقا والعوايد، ذي ما تعلم ويش يقرا ويكتب أصبح يعلم راعين الشهايد. أبو محمد قال يا الهج سكتب واختار من عذب الحروف الفرايد، وش لها له انت يا شبل يا حصوب، يا حي صوتك ذي للقصايد. اطربت انا بالصوت يا عز مطرب، في صوتك العذب الفريد المحايد، والوقت وانا اخوك يا صاحب تعوب، خلى النشامة ماشية على الحدايد. الفصل صباح له مكانه ومنصب، والجد وابن الناس في البيت راقد، ذي ما تعلم وش يقرا ويكتب أصبح يعلم راعين الشهايد. بعد عشاء السعد نتجرع القلب، والفقر بين أوساطنا صار ساير، حتى الصاحب صار اغلب الناس يصعب للمصلحة من اجل ناقص وزايد، والصاحب اللي بالعوافي بيقرب لتمنه واسمع علي والجزايد، ما صاحب الا وقتها حين تطلب فزعه يلبي عند شد الشدايد. وانا علي بن صالح اعتز واحسب للصاحب الوافي وعده سنايد، وقف معه من فجر لا حيث تغرب، واسري معه في المقربة والبعايد. يا رب بعض الخلق في الجوف، ورب صاحب زند يدك وساعد. يا رب وفقنا بالاجواد يا رب، اللي على سلاف النقا والعوايد. ابو محمد قال يا الهج سكتب واختار من عذب الحروف الفرايد، وش لها له انت يا شبل يا حصوب، يا حي صوتك ذي للقصايد. اطربت انا بالصوت يا عز مطرب، في صوتك العذب الفريد المحايد، والوقت وانا اخوك يا صاحب تعوب، خلى النشامة ماشية على الحدايد. والفصل صباح له مكانه ومنصب، والجد وابن الناس في البيت راقد، ذي ما تعلم وش يقرا ويكتب أصبح يعلم راعين الشهايد. بعد عشاء السعد نتجرع القلب، والفقر بين أوساطنا صار ساير، حتى الصاحب صار اغلب الناس يصعب للمصلحة من اجل ناقص وزايد، والصاحب اللي بالعوافي بيقرب لتلمنه واسمع علي والجزايد، ما صاحب الا وقتها حين تطرب فزعه يلبي عند شد الشدايد. وانا علي بن صالح اعتز واحسب للصاحب الوافي وعده سنايد، وقف معه من فجر لا حيث تغرب، واسري معه في المقربة والبعايد. يا رب بعض الخلق في الجوف، ورب صاحب زند يدك وساعد. يا رب وفقنا بالاجواد يا رب، اللي على سلاف النقا